مش كل السكوت معناه رضا وتقبل. في سكوت عشان محدش يسمع جواك ايه، في سكوت عشان ما تحملش اللي حواليك همك، في سكوت عشان اكتر حد محتاجه جنبك مش حاسك، في سكوت عشان بتراجع سنينك اللي راحت مع ناس غلط، في سكوت عشان بتكتشف حقايق يا ريتك ما اكتشفتها، في سكوت لانك بتعافر وبتتعب وخايف تبقى بتعافر في الطريق الغلط، في سكوت عشان بتتحامل على نفسك وتسند نفسك وبتستقوى، في سكوت عشان مش هتسمح لنفسك تقع وما تقومش، في سكوت عشان تتعلم ما تندمش ولا تبص وراك ولا تحتاج حنية من حد، في سكوت عشان بتلملم اللي باقي منك، عشان تستعد لمرحلة جديدة، عشان تعيد حساباتك. رغم انه ساعات السكوت ده بيبقى منتهى الظلم لنفسك، الا انك محتاج راحة في النص، وقعة تنزل من عليك الحمل، انتكاسة تعيش بعدها وقت نقاها، عياط وانهيار تاخد فيهم هدنة من نفسك وتشحن. الاكتئاب والعياط الصحي مطلوب من وقت للتاني تبطل سكوت، مطلوب تزعق وتعيط وتنهار وتكسر صمتك، بس المشكلة انك هتنهار على اتفه الاسباب وهتطلع غضبك.